يحكيوا على سلطان عنده ولده، كيف أولاد السلاطين عمل له مد بيقري فيه في السرايا، حفظ القرآن، جاب له الأساتذة، تعلم العلم، الأدب، الشعر، التاريخ، الجغرافيا، تعلم الفروسية، تعلم المصيد. طلع هاك الولد هذاك جامع مانع، منين تجده يعمل لك درس. قال توا نحبه يتعلم صنعة. قال له الوزير يا سيدي كيفاش فرخ سلاطين كيف هذايا، نهار اخر بعد عمر طويل يقعد على الكرسي في بقعة سيدنا، شنية الفايدة في الصنعة اللي مش تعلمها؟ يا اخي هو محتاج باش يتعلم صنعة نجار ولا حداد ولا حراري ولا قباقبي ولا منقلجي؟ قال له يا وزير، راهو ما يدوم في الدنيا الا وجه ربي، لا يدوم لا ملك لا غيره. اشكون يعرف نهار اخر تدور عليه الدواير، تقوم عليه الرعية ويتفكلوا الملك من يده، يمشي مد يده للطلبة. قداش من ملوك اللي طردوا وتفكت لهم ارزاقهم وخرجوا هايمين على وجوههم وماتوا بالشر. انا نحبه يتعلم صنعة. خرجوا دور بيه في البلاد، الصنعة اللي تعجبه ويكون عنده بها كيف وغرام نحبه يتعلمها. امر سلاطين طاعة، خرجوا الولد يدور في البلاد، من الحدادين للدباغين لسوق البلاغجية للشواشية للعطارين، سوق الترك البركة الساغة. جاء قدام حانوت سايغ وحرن ثم، قال هالصنعة هذه نحب نتعلمها. قال السلطان حطوا عند اليمين تاع الصنعة هذه. قعد يتعلم الصنعة وكل نهار يتعلم شيء جديد حتى حفظها. هاو ثم سلطان آخر متعاهد هو وابوه ماشي عرس لبنته. هاك السلطان عمل له هدية مهمة وبعث له معاها ولده باش يوصلها. اركب هو والفرسان متاعه والقافلة اللي هز الهدية، وصلوا لبلاد هاك السلطان، حضروا على العرس وضافوا مدة وشدوا ثنية مروحين. هو كهب على البلاد ويلقى واحد من الحجاب متاع ابوه متعرض له، الساق الحافية والراس العريان. قال له وين ماشي يا سيدي؟ يا اخي ما سمعتش اللي الامير الفلاني قام على ابوك وقتله وقتل جماعته الكل، وانا ما منعت الا بالروح، وقعد هو يحكي في بقعته. راه رد بالك اذا كان دخلت للبلاد يشدك ويقتلك لبعد. هاك الفرسان اللي كانوا مع الامير ومشاو معاه وجايين معاه وما سمعوا هالكلام هذايا وهم بداوا فر اللي هذا يسل نفسه وشد ثنية، باعوه بيع البراء ومشاو اشكون يوصل الاولاني باش يقدم شواهد الاخلاص وفروض الطاعة للملك الجديد. والدنيا مع الواقف. الولد تلفت يمينه تلفت يساره، يلقى نفسه وحده، حتى هاك اللي جاب خبره أهرب. رجع على ثنيته وين مش يمشي، برا ماشي برا ماشي عليه وعلى مرسى، يلقى مركب على مخطاف ما عندوش حتى حق الركوب. قال لهم تركبونيش نخدم لكم اللي تحبوا، نعاون في ضرب المقداف، في نطيب نغسل الحوايج اللي يجي. هاي هزوه، نفخ الريح في القلاعات، خرجتك الشقف. بعد مدة رصات كما نقولوا على اسطنبول، هبط بقاهم بخير ودخل يدور في البلاد، من نهج النهج، من سوق لسوق، حتى وصل لسوق البركة بتاع هاك البلاد. وقف على فيترينا يتفرج، يخزل قطايع السياقة ويثبت، مرة يبعد ومرة يقرب، مرة يطبس، مرة يغمض عين ويحل العين باش يثبت مليح. مولا الحانوت قاعد لداخل يخزر له، قال هذايا اما سارق يقمر في القطيعات اللي ناوي مش يهزهم كيف يرجع في الليل،
ولا هذا صنايعي؟ يا ولدي، قال له مولا باس، اش ضاع لك؟ قال له لا يا بابا، ما ضاع لي شيء، نتفرج برك. قال له تعرف الصنعة؟ قال له ايه شوية. تخدم ملا؟ قال له اللي يعمل الخير ما يشاورش. دخلوا يخدم، وقال له هاو نعمل لك رويل في النهار وفطورك وعشاك من الدار، وهاو بنيك في المقصورة في الحانوت ارقد عليه في الليل. وقعد ذاك الولد يخدم، كل نهار يعطيه ريال، ويمشي هو بيدو للدار عند لول يجيب الفطور، ويمشي في الليل يجيب العشاء. يقعد على هاك المعدل كيف ما نقولوا 6 ولا 7 أشهر، ريال كل يوم والفطور والعشاء. اما محمصة ولا برغل ولا عجة، عمره فطور ولا عشاء ما جات فيه قديدة ولا طريف الحم ولا قطيعة حوت ولا حتى شيء. الملك متاع هاك البلاد عنده بنته يزهز فيها، جابوا له من الجملة فردة ديامونت من بر العجم. هاك الفردة هذيك فيها زنس خدمة وزنس تخريب وكيفية. قعدوا الملك والدايرة حالين أفهمهم فيها متعجبين في صنعتها، ويقلبوا من واحد لواحد ومن يد ليد، وإذا به طاحتك الفردة جات على 2. الطفلة تبكي والملك عرق الغضب نزل بين عينيه والناس الكل مفجوعين. قال له زير يا سيدي، اللي هي شنين نازلة؟ هاو نبعثوا للامين يصلحها. بعثوا جابوا لامين. لامين بيده، هو بيده هاك اللي خدم في الولد. جاء قال له يا عارف تنجم تصلح الفردة هذه؟ خذاها لامين من عنده، قلب منا بشق فيها مليح، هزها من قاله حتى تكوك، لا فهمها لا قربة لا زقموت، لا عرفها كيفاش تبدا وكيفاش بتتم. صنعة اللي عمرها ما جات في يده، وخدمة اللي ما يعرفهاش بالكل. لكن باش يقول قدام الملك يقول له ما عرفهاش؟ قال له يا سيدي ايش بيه، امهلني حتى نعمل لها حسابها ونقول لك شو يلزمها. هزها وخرج حزين كزين، قال هذه مانيش مش نعرف منين مش ندور لها، وماشي يلعب لي الملك براسي ويقعدوا الوليدات تمام. هو ماشي في الثنية ويخمم، وبدا الشيطان يدور بيه وماشي يعمل على الهربة بكل من البلاد. مرة وصل للحانوت وجهه كيف الليمونة، وكأنه انزاد في عمره 50 سنة. الولد شافوا هالحالة هذه قالوا شبيك يا عارفي مو لاباس ما تقدرش؟ قال له شوف يا سيدي، الملك شعاطيني باش نصلح له، كي هذه هي صنعة بلادنا احنا ونعرفوها، هذه ما عرفهاش الصياغة هذه. قال له يا عارفي انا نعرفها، هذه صنعة بلادي وكنت خدمت كيفها، هانا نصلحها لك. شنية؟ قالوا انت تصلحها؟ قالوا انا نصلحها، هاتها وتهنى. خلها له ومشى روح على نفسه.